بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه. كل الناس تدعي الفاتحه لامي، الله يرحمها ويحسن اليها يا رب. الله يرحمها ويحسن اليها يا رب. هو انا جيت هنا عشان اثبت حقيقه اللي انا كنت بقوله في موضوع ابني الله يرحمه، واثبت ان انا مش بكدب على حد، وامي تساعدني بقى والدنيا تساعدني. انا هنا في تراب العمود، التراب اللي الاستاذه جت تدفن فيها ابني من غير تصريح دفن والناس تعرفوا عليها، وهي كدبت الدنيا كلها وقالت ما حصلش. يعني عشان ما تقولوش الفيديو متفبرك او احنا بنلعب او بنتبلى على حد، لا انا موجود جوه التراب اهو. زي ما انتم معايا على البث هتسمعوا وتشوفوا كلام الناس او كلام اللي اتكلموا معاها واللي حصل بالظبط. ممكن الصورة تبقى متكعبلة شوية في البث، ممكن ربنا يستر، بس ما في الايقاف اللي هو بتاع البث اللي بيحصل ده مش عايزينه، بس ان شاء الله يعني ربنا يسهل واقدر اكمل لكم البث كويس. الناس بتقول ان انا ظلمت او انا افتريت، لا انا ما افتريتش ولا ظلمت. دايما القانون مع الحريم، بس في الحالة دي ربنا مع اي حد والعدل لازم يتم. محدش يقفل، وحاولوا ناس كتير قوي تتابعني. انا بحبكم كلكم، خليكم معايا. خليكم معايا. رب يرحمك يا أم رب. كل الناس بس تدعي لهم بالرحمة والمغفرة الله يرحمها، إن كانت هي السبب اللي اكتشف لي كده. كنت بدور على التربة بتاعتها من بدري مش عارف، وربنا كرمني ووصلني ليها والحمد لله. زي ما قلت ممكن البث يبقى فيه حاجة كده مكسرة مش مظبوطة بتاع في الصورة، بس هنعمل ايه بقى، الحق لصاحب الحق يعني. حق لصاحب الحق. دي تراب العمود بتاعتنا، الله المستعان يعني. امال عم ابو علاء كده، عم ابو علاء المترو كلم عم محمود يا راجل عجوز. ايه يابا حبيبي يابا، انا بخاف، عايز اتكلم انا وانت. انا عشان ربنا مش عشان حاجه تانيه، بخاف من كل حاجه حواليا. بخاف من الميتين؟ لا والله يابا مش بخاف من الميتين، بس هو ربنا بقى مش على مزاج حد. ربنا مش على مزاج حد يابا. كنت عايز اقول لك ايه، شفت البت عامله لي قواضي ياما، عامله لي محاضر وعامله لي قواضي تعمل حاجه ايه؟ تعمل لك ايه؟ انا مش عايز اعمل لها حاجه لحد دلوقتي ومش عايز اضرها. طب ما هي عايزه تضرك. ما هي عايزه تضرني، فقال بقى انا كده اروح اعمل لها محاضر باللي كانت هتعمله هنا في التراب والكلام ده. انت شايف كده يا عم ابو علاء؟ تيجي تشهد مع ابنك مظلوم ومذبوح. عامل ايه؟ ايه عاملين استراحة هنا؟
ازيك يا اما إيه؟ الولية ده بترمي ايه؟ ايه؟ الولية قالت لي تعالوا الاثنين خد اللحمة. لحمة ايه؟ بص يا عم محمود، بالله عليك يا عم محمود لاخر مرة، بالله عليك يابا لاخر مرة، هي دي الست؟ هي اللي كانت جايبه العيل. هي اللي كانت جايبه العيل، بالله عليك يابا، ده الباسبور ان شاء الله عشان هسافر، زهقت من هنا. ليه؟ مظلوم ياما هنا، مراتي جت تدفن ابني بعد ما موتته وعامله لي قواضي خلع وبتاع وحبساني. يا اخويا يا عم ابو قد ايه علاء الولد ده قد ايه؟ كان 5 شهور. عم ابو علاء بقى عمل ايه؟ ما رضاش يدخلها، جايباه من غير تسريح. جايباه من غير تسريح، كانت جايباه من غير تسريح. ايوه دفنتوه هنا دفنتوه هنا. ما رضاش يدفنها. عم ابو علاء ما ينفعش، جايباه من غير يروح في تسريح. داهية يابا. اتحبس يا عيني الراجل، اتحبس، حرام اتحبس الراجل. يا عيني حول الله يا رب. ماشي يا عم ابو علاء، انا شكلي اروح اعمل لها قضيه فين تمام المكنسة؟ واطلب شهادتك انت كمان. مش مسافر؟ مسافر بس انا خايف من اللي بتعمله. هتوكل على الله يا عم ابو علاء. انت عايز حاجه؟ العيال اخواتي لما يقول لك بغلس عليهم، ده عيال معاها فلوس معفنه يعني، بترول وبتاع والدنيا مية. والله انا الدنيا واقعه معايا، الراجل ده عارف ان انا تعبان يعني. حسب الله ونعم الوكيل فيك. بالله عليك لو البت دي جات لك يا عم ابو علاء اتعلق فيها. ماشي ربنا يسهل. يا مسهل يا رب. السلام عليكم. ايه رايكم يا جماعه؟ معلش كان في ارض وكان في كعبانه، ما اعرفش الفيديو اتصور ازاي ويتسجل ازاي. ده عم ابو علاء الراجل الطيب اللي ماسك التراب، اللي ما بيتباعش بفلوس. الراجل ده ما بيتباعش بفلوس. الراجل ده بص يعني حتى عادت قلت عشان ما اعملهاش حاجه وبتاع وما افتريش عليها، عطيته القسيمه تاني يشوف شكلها ويتاكد منها هي نفس الشخصيه اللي جت. يعني انا مش بكذب ومش بفتري، صح؟ الحمد لله على كل شيء وحسب الله ونعم الوكيل. كل الناس مستغربه ده انا ما اتجهتش للقانون لغايه دلوقتي وبتاع. والله انا كنت بقول عشان حرام وبتاع وعندها عيال وبتاع والكلام من ده، مع انها موتت ضنايا وجت تدفنه وما رضوش يدفنوه، ما يعرفوش مكانه فين، وما اعرفش مكانه فين لغايه دلوقتي، هو اتدفن فين. يا ريت يا جماعه كل الناس تشير، اديكوا شفتوا ممكن ثلاث ارباع الناس نايمه وما شافتش الكلام ده، بس اكيد قوي ناس كتير قوي هتتفرج وهتشوف وهتعرف اللي حصل. صباح الخير عليكم وحسب الله ونعم الوكيل.